سألت أكتر من مرة إن مساحة جوجل عندك ممتلئة. تعالى مع بعض نفرغها. نجيب جوجل درايف بالشكل اللي قدامك ده كده. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين تطبيقات وصور وفيديوهات وكل أي حاجة بتعملها على الجهاز متخزنة على جوجل. هنضغط على إدارة مساحة التخزين، ومن إدارة مساحة التخزين بيظهر عندك تحت خدمات كلها اللي متخزنة واخدة مساحة. يعني أنا عندي الصور واخدة 9 جيجا. تمام. وبعد كده هنرجع تاني لفوق بالشكل ده، اخلاء مساحة تخزين، هتضغط عليها وبالشكل ده هيجيب لك تحت المستخدم. الرسائل الإلكترونية دي كلها على جيميل، رسائل غير مرغوب فيها. لو حضرتك مش محتاجها دوس عليها واحذفها، والملفات كبيرة الحجم ادخل عليها وشوف اللي محتاجه احذفه. والصور والفيديوهات لو في حاجة مش محتاجها احذفها لأنها أكبر مساحة. الصور والفيديوهات بتاخدها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. أنا عندي 6 جيجا بس صور. وتخزين على جوجل هتدوس على صور جوجل، نفس الفكرة هتطبقها على أي حاجة هتضغط عليها. اللي محتاجه هتسيبه واللي مش محتاجه هتحذفه. هتيجي على رسائل الجيميل وهتدوس على الرسائل الإلكترونية في المهملات وهتحذفها كلها لأن دي كلها إعلانات وأكيد حضرتك مش محتاجها. والواتساب بالشكل ده حضرتك أكيد مفعل عليه النسخة الاحتياطية، فهو واخد مساحة. وأعمل لك فيديو قريب عن الواتساب وأكتر حد بيتكلمه مستخدم مساحة في الواتساب. وبكده يكون أنت فرغت مساحة من على جوجل. ومبروك عليك المساحة الجديدة. ولو استفدت من الفيديو ما تنسناش من لايك والمتابعة واعمل شير لأصحابك.